مشاهدينا، درس المسرح في العراق في معهد الفنون الجميلة، ثم درس السينما في برلين ولندن، وشارك أيضا في العديد من المهرجانات العربية والعالمية. طبعا منها مهرجانات المغرب، القاهرة، تونس، باريس، هولندا وبرلين. نتكلم عن المخرج والممثل أزل يحيى دريس اللي راح يحدثنا عن مشاركته في مهرجان الفجيرة للمونودراما من خلال مسرحية الإنسان نموذج كمشرف على إخراج هذا العمل. صباح الخير أزل. صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. إذا المرة هذه شاركت عن طريق الإنسان نموذج، والمرة اللي فاتت إلى بغداد. صح. عمل إلى بغداد، أنت قلت أنك عملته بالألمانية وبعدين ترجمته إلى العربية بما أنك أنت مشارك في مهرجان عربي. هل تكرر نفس السيناريو هذه المرة والحال مع الإنسان نموذج، ولا بدأتوا بداية مختلفة؟ لا، البداية مختلفة تماما، لأنه العمل الإنسان نموذج واحد اعتمد على آلية الجسد. يعني اعتمدنا بهذا العمل على لغة الجسد بالمسرح، ومنظومة جديدة تختلف تماما عن المنظومة السابقة اللي عملت فيها إلى بغداد. يعني إلى بغداد استخدمت أيضا الحركة كثير، استخدمت الصورة، يعني المؤثرات الصوتية والصورية أيضا، وكان عمل تجريدي كثير، يعني كان إلى بصمة أيضا في مهرجان المونودراما. أخذ صدى واسع الحمد لله والشكر. طيب، يعني لما نقول مونودراما مثلا، في يمكن العديد من المشاهدين ومشاهداتنا ما يعرفون التعريف المبسط الواضح لإيش تعني كلمة مونودراما. المونودراما هو الممثل الواحد اللي يجسد العرض كاملة على خشبة المسرح. أوكي. طبعا هذا النمط أو هذا الأسلوب المسرحي هذا يعتبر من أصعب أنواع المسرح بالعالم، وللأسف الشديد بدأ ينقرض حتى على صعيد الغرب. بدأ ينقرض. موجود المهرجانات طبعا ومستمرة كل سنة، نلاقي مثلا مهرجان الفجيرة موجود. لا، هو مو كل سنة، هو كل سنتين مهرجان. كل سنتين، عفوا. نعم. كل سنتين. وموجود فقط هذا المهرجان في الإمارات في الفجيرة. يعني في أي دولة أخرى ما موجود. لأنه بدأ ينقرض هذا النمط، يعني أصبح يعني ممل بعض الشيء للمتلقي الغربي والعربي. من السبب في الملل، حالة الملل هذه من السبب؟ والله الحداثة، التجدد. يعني احنا الآن في زمن حداثوي كثير. التكنولوجيا طغت على كل شيء. فالمتلقي أيضا أصبح متوتر. يعني صعب يجلس ساعة ويشاهد شخص واحد، وشخص يشاهد أو فكرة يعني واحدة يشاهدها، صعب كثير. فهاي للأسف الشديد يعني احنا الآن نواجه كمسرحيين أو سينمائيين، حتى سينمائيين نواجه بصعوبة يعني. ولهذا أنا حتى إلى بغداد استخدمت التكنولوجيا، دخلت التكنولوجيا إلى المسرح. يعني سويت مزج ما بين السينما والمسرح. اعتبرته مجاراة ولا تنازل؟ شو؟ اعتبرتها مجاراة ولا مجاراة ولا تنازل انك دخلت التكنولوجيا في لا بالعكس، أنا فخور. يعني فخور بهالتجربة، كانت صعبة لأنه المزج بين السينما والمسرح صعب كثير. استخدمت كانت عندي كاميرا لايف على المسرح، وهاي الكاميرا هي كانت الممثل الثاني اللي هي كانت تنقل كل حدث المسرحية. نعم. كانت تنقلها لايف على السكرين. أوكي. فالحمد لله نجحت بها. والآن أنا في عندي عمل أيضا جديد اسمه العرس الوحشي. استخدمت أيضا بمؤثرات صوتية كثيرة وصورية، وأيضا مزج ما بين السينما والمسرح وال3D أيضا. حلو، يعني نقدر نشوف إعادة هيكلة لمفهوم الدراما الكلاسيكي القديم، بس بمنظور حديث خلينا نقوله جديد، مع إضافات، بس ما راح تسيء هذه الإضافات، بالعكس يمكن تطور منها. ولكن صناع المونودراما الأصليين هل ممكن فعلا يوافقون على التطورات اللي قاعدة تدخل الآن على هذا الفن؟ هذا سؤال محرج. والله هاي مشكلتنا. هاي مشكلتنا الآن احنا. فعلا احنا في صراع يعني مع الجيل القديم الجيل القديم والجيل الآن. ما هو يظل ويتطور أحسن من هو ما يندثر تماما بسبب حالة الملل اللي دخلت عليه. هذا صح. هذا صح. يعني أنا واحد من الناس مصر على التجدد، واشتغل بالمدرسه الحداثويه. نعم. يعني تكون يعني تقريبا غريبه على المسرح الكلاسيكي او يعني يعتبروها بعض الناس او المخرجين والممثلين انه تعدي على حقوق المسرح، تعدي على يعني حتى في بغداد اذا نشاهد المتلقي ضاع في حيره. بدا يسال نفسه اثناء العرض، هل انا في عرض مسرحي او انا في تمرين؟ هاي لعبت عليها انا. نعم. خليت المتلقي ما يكون بعرض، يكون جزء من العرض ويتساءل نفسه. نعم. يعني عندي كانت ممثلة، هي مو ممثلة عفوا، كانت عندي عاملة ديكور ألمانية، وهي أيضا دراماتورجية العمل. كانت تدخل على الستيج وتبني الديكور معي. وهي سوت مشكلة كبيرة بالمونودراما. ليش؟ لأنه ممثل واحد
المفروض ممثل واحد، طبعاً فهذه اعتبروها صار إنها عنصر ممثلة ثانية. مساعد. طبعا كيف ينزل ممثل اخر؟ هاي نعم. تعدي على المونودراما. فهو هذا اللي اريده انا، يعني هذا الاسلوب اللي اشتغل عليه دائما، كسر الكلاسيك أكيد. والابحار بالحداثويه. احنا نتمنى ان هذا الصراع اللي ما بين الجيل القديم والجيل الحديث ان صح التعبير، انه في النهايه ما ينجم عنا شيء يكون في مصلحه مونودراما. شكرا جزيلا لك أزل يحيى إدريس على تواجدك معنا.